قولوا لنا في الكومنتس شايفين مين اللي هيكسب. قولوا لنا سبرنت بول، سبرنت وين، كواليفاينج بول، جراند بري وين. قولوا لنا شايفين مين، وهنقول الحلقة الجاية مين فيكم توقع صح. وممكن نعملها كمسابقة بقى throughout السيزون، كل سباق اكتبوا لنا مظبوط. توقعاتكم، وانا وماجد ممكن نخش معاكم في الكومبيتيشن دي، نشوف مين اللي هيكسب اخر السيزون، انا ولا ماجد ولا حد فيكم. هنكيب سكور من الكومنتس، ولما نوصل لاخر السيزون ممكن نحدد جائزة معينة نديها جيف اواي. غرباوي. ماجد ازيك؟ اخيرا رجعنا ريس ويك. ايوه، ريس ويك واول سبرنت في كندا ده ايوه كمان، يعني حاجه ايوه حاجه ايوه ايوه. مختلفه المره دي. اخبارك ايه الاول؟ طيب، كله كويس؟ الحمد لله تمام. بس انا عشان يمكن ما حدش، يمكن احنا بنتكلم على فورمولا 1 عامه، بنتكلم من ان احنا عارفين شويه عنها، فاللي بيتفرجوا اول مره هنبقى نعمل لكم اكيد حلقه بنشرح فيها البيسك ايدياز بتاعت فورمولا 1. احنا عارفين احنا مقصرين في الحته دي، لانه ممكن اقول لكم ان فورمولا 1 تاني او تالت اكتر رياضه في العالم الناس بتتفرج عليها قبل الانجليش بريمير ليج، يعني قبل الدوري الانجليزي فورمولا 1 بتتفرج عليه. ولكن احنا يعني we owe you an explanation من الاخر. طيب انا بس عامل زي ريكاب سريع كده للسيزون. احنا بقالنا 4 سباقات. الملخص بتاع السيزون انه مرسيدس مسيطرين سيطرة كاملة على الفورمولا 1، هم اللي كسبانين أول 4 سباقات. أول سباق جورج راسل اللي كسبه، 3 سباقات اللي بعديها كيمي أنتونيلي، فكيمي أنتونيلي فيرست في الشامبيونشيب. فيراري كويسين قوي في البداية، ولكن بعد كده البيس بتدروب أوف شوية ومرسيدس بيكسبوا. فآخر كويسين سباق في كويسين ميامي. كويسين في الكورنرز كمان، هم they're good اه في اه الكورنرز، اه اه مش الهاي سبيد ستاف. بالظبط بالظبط. اخر سباق في ميامي فرق كتيره جابت ابجريدز. شفنا ماكلارين قربوا قوي المرسيدس، كسبوا السبرنت ريس في ميامي وطلعوا التاني في السباق. فان شاء الله كندا تبقى برضو قريبه ما بين مرسيدس وماكلارين. وريد بول كانوا وحشين جدا في الاول، وبعد كده في ميامي جابوا ابجريدز كتيره. فيرستابن كواليفايد سكند، وبعد كده طلع اظن الرابع او الخامس عشان كان في سبين في اول لفه. بس اتس ا بيج ستيب فورورد. الاسبوع ده يوم الاحد في كنديان جراند بري، السبت في سبرنت، الجمعه في سبرنت كواليفاينج. عندنا حاجات كتيره نكفر. ايوه، والاسبوع كله الويكند يعني كله سهر عشان فرق التوقيت، في حلبة جيل فيلنيف اللي في مونتريال، اللي فيكم ما يعرفهاش، حلبة حلوة. طيب تعالى نتكلم الاول على التراك نفسه. التراك ده فيه 3 ستريتس صراع جدا مبدئيا، وفي تالي 6 شيكينز وهيربن، و3 ستريتس عاملين زي الدراج ريسنج، يعني فيهم 3 ستريتس صراع جدا. السنة اللي فاتت بتهيألي كيمي كسب الجراند بري كده، كانت واحدة من لا، اوائل السنه اللي فاتت كيمي كان اول بوديوم. السنه اللي فاتت جورج اول راسل اللي بوديوم. كسب. صح 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 راسل اللي صح. كسب السنه اللي اول فاتت. بوديوم ليه، اول بوديوم. بريدكشنز اتس سو هارد. هقول لك رايي بصراحه. اولا انت هيبقى عندك تراك ايفولوشن. التراك ايفولوشن للناس اللي برضو مش عارفه، ان انت بترمي كاوتش الرابر من العربيات، بينزل على الاسفلت وبيعمل الحته اللي هم ماشيين فيها التراك، الجزء من الريسنج لاين بتاعهم بيبقى بينزل عليه كاوتش، فده اللي بيسموه تراك ايفولوشن. زائد كمان ان بيحصل عمليه نظافه للتراك فعليا. ولكن في مونتريال بيقولوا نسبه المطر احتمال تبقى 50%. مش عارفين ايه اللي هيحصل. ممكن نشوف التراك طبعا بيتحسن على الجراند بري نفسه، والسبرنت نتائجه تبقى مختلفه. هيبقى في براكتس سيشن واحده مدتها ساعه. يعني بص، هم توتو وولف كانوا جايبين كليب كده ان هو عاملين ابجريدز كبيره جوينج انتو كندا. ماكلارين بيقولوا ان هم عاملين ابجريدز كتيره. ما حدش سمع عن فيراري. فيراري ممكن دايما بيبقى عندهم ابجريدز بس مش دايما ليها معنى. اللي يمكن البيجست ابجريد اللي هم قالوا انسينيويشن عليه جامد لمرسيدس، هي نقطه الضعف الحقيقيه بتاعتهم هي الريس ستارت. ويقول لك عاملين سوفت وير ابجريد، فالسوفت وير ابجريد ده ممكن يفرق معاهم في الطلعه، لان فيراري بتطلع منهم نتيجه ان عندهم توربو اصغر، فبالتالي بيسبول اب اسرع وبيوصل البيك باور اسرع. انا عايز اتكلم عن ولا النقطه دي سريعا قبل بس ما اه نخش في الريس اه بريدكشنز، لانه فريد فاسير التيم برنسبل بتاع فيراري كان طلع في انترفيو بيتكلم على النقطه دي. بيقول انه وهم بيديفلوب الكار بتاعت 2026 كانوا عاملين حسابهم على موضوع الباتري والتوربو والحاجات دي كلها. فدي ديزايند العربيه ان هم يعرفوا يطلعوا في البدايه بسرعه، وبعدين بعد التستنج في البري سيزون الاف اي طلعت قالت عشان السيفتي ميجرز بتاعه الستارت، عشان ما يحصلش ان هو يبقى عربيات بتطلع بسرعه وعربيات واقفه بالراحه، هنعمل البروسيجر بتاعت لو حد اتفرج على السباق تلاقي انه قبل ما اللايتس بتبتدي في بلو لايتس بتطلع على الجنب، العربيات بتبتدي
rev الموتور بتاعها عشان تشحن التوربو. فهو طلع بيقول ان احنا ما كانش فيه بروسيجر دي، واحنا ديزاين العربيه بتاعتنا عشان عاملين حسابنا ان هيبقى فيه المشكله دي، وبعد كده غيروا القوانين في الفرق كلها بقت اسرع مننا، علشان احنا ده كان التريد اوف اللي عملناه، ان هو احنا ضحينا بشويه سرعه عشان نعرف ان احنا نبتدي. فلما غيروا القوانين بقى الفرق التانيه عندها الادفانتج، فده مش فير قوي. فهو فيراري عاملين عربيه كويسه، هو للاسف حظهم جه كده لانه سيفتي كونسيرنز كانت حقيقيه صراحه، واحنا شفنا ده ولسه بنشوفه في الستارز، تلاقي عربيه ستالينج في البدايه او كده. فهو عنده حق، ولكن بس it بس is what هم it ما زالوا is. لسه اسرع من اي حد في الستارت. في يعني شوف، البدايه في البدايه رغم كل الحاجات دي الا ان having a smaller turbo ما زال فايدهم بوضوح. واي ثينك عامه في السباق ده هنشوف نتيجه السوبر كليبنج اللي هيحصل في اخر كل ستريت، فهنشوف يويو ريسنج رهيب. يويو ريسنج ان عربيه تبقى سريعه، الثانيه تضيع البطاريه، الثانيه تبقى شحنه تطلع منها، وتفضلوا يعملوا كده لغايه لما الترو بيس هيبان. طيب مش عارف، it's so hard to predict. يعني انا احنا ممكن نمشي حاجه حاجه. مبدئيا السبرنت يلا، كواليفاينج، سبرنت كواليفاينج شايف مين سبرنت بول؟ برضه شايف مرسيدس will be on pole. ما اقدرش اقول، انا حاسس honestly ان كيمي امم انتونيلي معاه المومنتم، معاه القوه، قوه امم الدفع اللي جايه له من الثلاثه وينز. وراسل كلامه كان خيبان جدا في اخر ميامي، يقول لك this is not my track. يا ابني حبيبي انت مش روكي، يعني امم الروكيز هم اللي يقولوا this is not my track، لكن صح. انت بقالك قد ايه، في كام سيزون عدى عليك فورمولا 1، ما ينفعش تقول this is not my track. ده كلام خايب يعني. بس هو نتيجه ان هو شخصيته بتحب يعني دايما هو فوق الكل يعني. لكن I think if anything المومنتم ممكن يبقى مع كيمي انتونيلي اكتر، ولكن حاسس ان لاندو نورس ممكن يبقى ثريت. بس السبرنت عشان التراك ما بيكونش توتالي ايفولفد، فكمان نتائجه مش شرط تبقى هي بالذات. كمان ممكن التراك ده مختلف شويه، التراك ده الكيربز عاليه فيه قوي، فبيضطر امم يرفعوا العربيه، فالعربيه ما بتبقاش از ستيبل، ما بتبقاش از ايرودايناميك زي ما هم عايزين، بيضطروا يرفعوه شويه على الارض عشان الكيربز عاليه قوي. يعني they have to ride the curbs. وفي الوول اوف تشامبيونز المشهور في الاخر اللي كل الشامبيونز بيلبسوا فيه. انا ما زلت عند مرسيدس عامه، ما زال عندهم التقدم. ماكلارين، فيراري، ريد بول فيراري، يعني الميكس. فيرستابن ممكن يحط نفسه ثيرد بليس. ده بالذات لو الدنيا مطرت. لو الدنيا مطرت، لا الاول بيتس ار اوف زي ما بيقولوا. يعني لو الدنيا اه مطرت كل حاجه ممكن تتغير خالص، ما حدش يبقى عارف بقى اللي بيحصل، لانه بيحصل فوضى ولخبطه، وتشوف غباوه الاستراتيجي ساعات من فيراري. يقول لك خليه اون سليكس، خليه. الناس كلها مهم. حطت وات تايبس. بس هم اتحسنوا قوي بقى لهم سنتين بصراحة، اتحسنوا يعني. بس لسه لسه ساعات بتشوف. بس بنشوف من كل الناس صراحة في الاستراتيجي تخيش، ما عدا ريد بول هم اللي كونسيستنتلي بيجيبوها ومرسيدس صح. ده حق ومرسيدس كبير، بس ومرسيدس اه اخطائهم قليله قوي قوي. بالظبط. ممكن تشوف ماكلارين يعكوا فيراري يعكوا، بس ريد بول ومرسيدس مفيش. طيب فانت مش عارف مرسيدس اون مش عارف سبرنت بول كيمي ولا راسل؟ نورس اون بول. نورس اون بول دي مع مفاجأة انه كبيرة، وهقول لك حاجة. نورس، هقول نورس هقول اون لك بول. حاجة، أنا كمان كنت هقول نورس أند بول ده والله. هقول لك ليه. اه أنا هقول لك وجهة نظري. دلوقتي إحنا عارفين إن هو يعني السباق اللي فات مرسيدس هم أسرع ناس، بس ماكلارين قربوا جدا، وماكلارين اكشلي كسبوا السبرنت. النظر ليه بقى شايف إن نورس أون سبرنت بول. اولا نورس ككواليفاينج احسن من بياستري، خلينا يعني بس في ماكلارين دلوقتي. بالنسبه لمرسيدس هم جايبين ابجريدز كتيره، احنا الاثنين اكسبكتنج ان هم هيكونوا اسرع ناس، بس في براكتس واحده قبل السبرنت كواليفاينج، والابجريدز الكتيره دي اكيد محتاجين ان هم يجربوا عشان يشوفوا ايه السيت اب المناسب ان هم يطلعوا اكتر بيرفورمانس من العربيه. فعشان كده انا شايف انه ماكلارين اون بول ونورس اون بول. بس مين بقى اللي هيكسب؟ هل نورس هيعرف؟ البيس ما زال مع مرسيدس. يعني انا ما البيس ما زلت زال مع حاسس مرسيدس. ان الوين هتبقى الا لو حصل مفاجاه. بس انا اون بيبر يعني انا بقول الوين ما زالت. بص، هي مشكله، هقول لك المشكله السبرنت بالذات ايه. السبرنت سباق اقصر، فما بيلحقوش يجمعوا، فرق البيس ما بيبانش قوي يعني. صح. لانه السباق تلت تلت الجراند بري المسافه. تقريبا. امم فبالتالي لو مرسيدس ما عرفوش يظبطوا السوفت وير بتاع الطلعه بتاع الريس ستار، وكانوا واخدين جود بوزيشن، ممكن يضيع. كيمي بنشوفه بيضيع، الراسل بيضيع، ممكن نشوف مفاجآت كتيره لمين اللي يكسب الجراند بري بصراحه، لانه الريس قصير، وما فرق البيس ما بيكونش بان. فرق البيس بيبان بعد ممكن ما يكون السبرنت خلص تقريبا والجراند بري مكمل، فتشوف فرق البيس الحقيقي بيبتدي ساتل ان، they ساتل ان بيكون خلاص اليويو ريسنج، وكل واحد بيحافظ على التايرز، فبتشوف بقى ايه، خلاص وصلنا
للstability يعني لنقطة إمم. الاتزان في السباق. sprints مشكلتها إنها they're too short وأي حاجة ممكن تحصل، وكمان بالتالي الstrategy بتاعته مش على الtire degradation أو preserving the tires، هو he wants to maximize everything. عشان كده بنشوف كمان اختلافات ما بين الsprint والGrand Prix نفسه، لأن الstrategy مختلفة. ممكن نورس يعملها، ممكن فيرستابن يطلع second مش عارف يعني لو بدون مطرة I'd say نورس وdefinitely حد من مرسيدس on the podium. I would say تينيلي، ممكن نشوف ليكلير، ممكن نشوف فيرستابن on podium. أنا عندي predictions مختلفة شوية، أنا عندي وجهة نظر وده مش مبنية على أي حاجة، ده توقع يعني دي predictions في الآخر. أنا شايف أنتونيلي في الsprint race في الwall of champions مش هيخلص السباق، راسل هيكسب، وراه بياستري، وراه عايز اقول نورس او فيرستابن، بس I would go نورس عشان بس to be safe لانه فيرستابن محتاج، بس I would go فيرستابن على فكره، لانه لو انتونيلي عمل حادثه هيبقى في استراتيجي ان بلاي، وهيبقى ممكن يبقى في بيت ستوبس وريد بول كويسين في ان هم يميك ذا رايت كول، فانا شايف انه فيرستابن اون ذا بوديوم في السبرنت. طب يعني انت قلت مرسيدس، ريد بول، ومين التالت on the podium من غير ما بياستري تخش سكند، بياستري سكند. وماكلارن. طيب يعني اوكي، اه عامة هو الوول اوف تشامبيونز ممكن تجيب ناس ما فيش شك. لا يعني anyway هنشوف، خلينا نشوف. هنشوف طبعا. هنشوف. هو هيبقى مش هيبقى في حتى single pit stop بتهيألي، لو يمكن one pit stop. لو في حادثه، لو ما فيش حادثه I don't think ان هيبقى في اي بُص، بيت ستوب، هو لو في الجراند بري سيفتي ده كار. شهير بالحوادث امم عامةً، يعني التراك ده فيه دايمًا حاجات في الطلعات وفي يعني فيه دايمًا فيه أكشن، امم فالاحتمالات برضه the odds are high واحد يتأخر في الطلعة التاني يخيّش، في اه 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 الprobability بتاعة التخييش في الأول بالذات عالية في كندا. مش طيب خلّينا نخش في الجراند الكواليفاينج، بري. الكواليفاينج والجراند بري. I think برضه Verstappen can pull in a high qualifying rate يا ريت، يا ريت لأنه يعني ان نشوفه رجع ه تاني ونشوف انه بينافس. هاقول لك ليه، لأنه هم دايمًا أكتر ناس بيحصل لهم evolution، يعني لأ دايمًا تشوفهم في بداية الweek ممكن امم يكونوا زبالة جدًا، ييجوا قبل السباق بيلمّوا الدور لمّة ايوه كبيرة جدًا، صح، ويقدروا وفجأة تلاقي Verstappen بقى إيه competitor. ده يعني حقيقي. هم they evolve very quickly. they might بقى لهم فترة كده they start slow، ييجي قبل الGrand Prix يبقى عمل جاب الtelemetry data بتاعته وجاب كل حاجة على العربية and they get always a good the best setup they can. انا اجاز ده برضو يرجع بجزء كبير او بشكل كبير للفيدباك اللي فيرستابن بيديه للانجينيرز، يعني هو هو بيبقى is عارف a هو big عايز ايه factor. بالظبط وبيجيبه ما 100% فيش شك agree is a يعني. big factor. qualification I'd say برضه أنتونيلي can be on pole. بُص هي بقى دي مشكلتها إيه، إنه الاتنين السبرنت والجراند بري مرتبطين ببعض، لأنه امم الحالة النفسية بتلعب دور كبير. لو هو طالع والنتيجة كانت وحشة أوي، نتيجة إن هو مثلًا خيّش، عمل حادثة، فممكن يبقى ليها very negative impact on race day. لو ما كسبش الناس usually السبرنت مش بنفس الأهمية وما لوش نفس التُقل، فإيه بيقدروا يمسحوا النتيجة دي من مخهم، عارف they صح. reset, they do a big reset and they start all over. So I would also put Kimi on pole. I'd say I wouldn't count out Leclerc. يعني I'd say أول صف كيمي، فيرستابن، تاني صف ليكلير، نورس أو نورس ليكلير. يعني I'd predict a mix of الأربعة كمان ممكن، لأنه اوكي. ليكلير دايما سريع أوي في الكواليفيكيشن، وهوبري فيراري يكونوا عملوا حاجة ليها معنى. كانوا بيقولوا إن الإند بليت اللي هي على آخر الشكمان الاف اي اي شايف إنها مش ليجل ولازم تتشال، اللي هي بتعمل بتاسيست الديفيوزر اللي وراني يعني امم اكستنشن للديفيوزر. كلام كله مايع شويه، وبقى لنا فتره، ومفروض كمان عندهم افضليه الوقت، لان دي اول سيزون بكل الاحداث العالميه ان الناس بقى عندها وقت طويل جدا to develop their cars. بس هنشوف it will be very interesting. كندا دايما سسبنس، عيبه الوحيد ان هو بيسهرني ولكن I think it will be full of الاثاره we want to see a closer mix. بس again هيبقى بقى بجد ده اللي هيبان فيه العيب بتاع الاف اي اي الفورمولا اللي هم currently فيها الريجوليشنز اللي هم فيها. نحصل سوبر كليبنج جامد قوي. حتى even if they reduce ل 5 ميجا جول زي ما كانوا بيقولوا going into Canada. لكن لو بصيت على التراك اللاب might be 2 3 seconds slower than last season. بالظبط هم عشان كل ما يعني يحلوا مشكله السوبر كليبنج بطئوا العربيات. بجد بقت عمري ما شُفت. أنا اتفرّجت على seasons كتيرة أوي، يمكن في أول بداية الhybrid season era كان في قصص زي دي، بس الevolution كان أسرع أوي لإنه امم كان في كمان الground effect، فكان في حاجات كتيرة أوي بتساعد. العربيات دلوقتي يعني أهو مش عارف غربان الصراحة. يعني I think we see a lot of clipping في الracing، وبالذات الimpact بتاعها هيبقى again أكبر في الsprint.
you'll see more yo-yo racing، مش مضحيين قوي بالفرد، دايسين جامد، فبالتالي مش بيحافظوا على الفرد بنفس المقدار. again انا بتهيألي السبرنت هنشوف هيكون ممتع، السبرنت هيكون السبرنت ممتع. هيكون ممتع، وهنشوف اختلاف كبير ما بين السبرنت والجراند بري انا في انا النتيجه. طيب البريدكشنز بتاعتي للكواليفاينج تكمله لوجهه النظر بتاعه انه مرسيدس عندهم اكتر ابجريدز ومحتاجين يدايل ان السيت اب بعد البراكتس والسبرنت كواليفاينج، والسبرنت هيكون عندهم السيت اب اللي محتاجينه. وانا شايف بصراحه دومينيشن في الكواليفاينج وفي السباق. زي ما قلت الحلقه اللي فاتت لو كنتم متابعين انه جورج راسل بيحب التراك بتاع كندا، كسب السنه اللي فاتت، السنه اللي قبليها جاب الفيرست بوديوم بتاع مرسيدس، والسنه اللي قبليها لو تفتكروا 23 سنه بتاعت ماكس فيرستابن وريد بول كان ماشي كويس جدا وكان هيبقى على البوديوم، وبعد كده عمل حادثه. فقصدي انه راسل حتى مع عربيه مش كويسه قوي كان دايما قد توب في كندا. فانا كواليفاينج شايف راسل اول، جراند بري شايف راسل اول، وشايف كيمي تاني وبياستري تالت. ده شجاع البريدكشنز شجاع، بتاعتي. انت شجاع، انا انت شجاع. وبصراحه برضو لانه راسل اندر ا لوت اوف بريشر، لانه الناس ابتدت تقول ان هو خلاص راحت عليه والسيزون ضاع منه، مع اننا بقى لنا 4 سباقات بس في السيزون. انا شايف ان هو هي هاز something to prove، داخل عايز يثبت ان هو انا لسه نمبر 1 درايفر، انا لسه الفيفوريت ان انا اكسب، انا لسه اصلا في المنافسه واحنا لسه في اول السيزون. فانا داخل هكسب، هعمل اي حاجه ممكن اعملها عشان اكسب، وانا شايف انه هيعرف يعمل كده لان هو في الاخر هو سواق كويس يعني. بس شوف، انت قلت you raised the point بتاعت البريشر is a double sided sword، يعني سلاح ذو حدين، ممكن يبقى ضدك ممكن يبقى ليك حسب الانيشال مومنتم، يعني اللي يشوفوه من الفري براكتس ومن امم الكواليفيكيشن. فيا اما البريشر هيماونت، يا اما البريشر هيحصل له ايه ريليف، يا اما يعني يفتح البلف بتاع البريشر كوكر، فبالتالي خلاص بقى هو حس ان هو he has more confidence، عنده البيس تاني، وهو تراك بيحبه. كتير قوي مرتبط بالبراكتس الاولاني لان مفيش غيره، وبالكواليفيكيشن بتاع السبرنت. هو هيبقى هنشوف. ويكند مثير، واحنا علينا ليكم يعني حاجات كتير قوي لازم نعملها، احنا مقصرين واحنا عارفين احنا لسه بادئين. معلش هقول لكم دي برضو، انا عارفه زي الاسطوانه المشروخه، هو الفيديو نازل عندي وعلى السليب ستريم، من فضلكم خشوا على السليب ستريم واعملوا اشتراك، ميرسي جدا للي تتابعوا القناه اوريدي، بس عايزين نوصل لرقم كويس عشان ايه الفيديوز على طول هتبقى تنزل هناك من غير ما تنزل على العكاز بتاع القناه هنا. خلاص عايزين يبقى عندنا استقلاليه كامله، ايه كارز باي ماجد بلا قرف وبتاع. لا anyway خلاص، بليز سبسكرايب، قولوا لنا في الكومنتس شايفين مين اللي هيكسب، قولوا لنا سبرنت بول، سبرنت وين، كواليفاينج بول، جراند بري وين، قولوا لنا شايفين مين. وهنقول الحلقة الجاية مين فيكم توقع صح، وممكن نعملها كمسابقة بقى throughout السيزون. كل سباق اكتبوا لنا مظبوط. توقعاتكم، واللي هيكسب آخر السيزون ممكن نشوف هنديله ايه كجائزة. وانا وماجد ممكن نخش معاكم في الكومبيتيشن دي، نشوف مين اللي هيكسب آخر السيزون، انا ولا ماجد ولا حد فيكم. هنكيب سكور من الكومنتس، ولما نوصل لآخر السيزون ممكن نحدد جائزة معينة نديها جيف اواي يعني. بس كده. شغال جدا، شغال جدا. ماشي. والحلقة الجاية هيبقى عن في الريس ريفيو، هنتكلم على كل الأخبار بتاعة الأسبوع اللي فات. في أخبار كتيرة طلعت وفي رومرز كتيرة طلعت، لو حد فيكم سمع على جوتشي، على بي واي دي، لو حد متابع برضو النيربرجرينج 24 hours ممكن نتكلم عليه في آخر الحلقة الجاية. فبليز تيون ان، الحلقة هتنزل يوم الاثنين بعد السباق. وبس كده، اشوفكم بعد الويكند. واعملوا سبسكرايب اعملوا في سبسكرايب. السليب ستريم، بس كده.